السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام بتصحى فيها ومودك مش مضبوط، مش قادر تكمل، تحس كأن الدنيا تقيلة على صدرك، وكلمة صغيرة ممكن توقعك، أو كلمة صغيرة ممكن تشيلك. منكم مرة كان ماشي في يوم صعب، وحاسس إنه تايه ومخنوق، ومفيش حد فاهم اللي جواه، وقابل واحد صاحبه معملش حاجة غير إنه قاله: أنا سامعك، كمل. الكلمة دي كانت كفيلة تفتح له شباك نور، والكلمة دي خلتك تحس ساعتها بلطف ربنا، وإن ربنا بعتلك الناس الصح في الوقت الصح. عشان كده جاور اللي بيريح روحك، اللي كلامه مش بيقلل منك، ولا بيشيلك ذنب ملكش فيه، ولا بيستهين بوجعك. في ناس أول ما تقعد معاهم تتنفس، تحس إنك اتولدت من جديد، وفي ناس تنام بعدها وانت تعبان أكتر. اللهم ارزقنا صحبة طيبة. خليك فاكر، مش كل الناس وجودهم واحد. في ناس أول ما يقربوا منك يهونوا الدنيا ويزرعوا جواك أمان، ومش كل الناس لازم تفضل قريبة منك. وإن أوقات خروج حد بيكون ستر، وبيكون رحمة من ربنا، وبيكون بداية لنوافذ جديدة، نوافذ ربنا فتحها ليك. اختار اللي يوسع روحك، واللي يشبه دعوة أبوك وأمك، ويشبه بسمتك وهدوءك. وجاور دايما اللي يفتح في حياتك شبابيك نور،